تكرهها، ترميها. أنت تحتاج إلى أن تتوب فورا إلى الله عز وجل، وأن تسأل الله أن لا يختم لك على هذه الخاتمة، فإن الله إذا ختم لك على هذه الخاتمة أكبك في النار على وجهك. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. رسول الله ابنا. أيها الشباب الذين لا يزال في بيوتكم أما، أقول أسألكم بمن رفع السماوات بلا عمد أن تتفننوا في برها، اجعلوها تمشي على رموش العيون. تدرون لماذا؟ لأنها عما قليل راحلة إلى الله سبحانه وتعالى. هم إذا عاشوا بيننا هذا العام لن يعيشوا العام الذي بعده، لأن الله هكذا حكم على الناس. تكرهها، ترميها، وأنت تدعي أنك من أبناء الشام الذين يحبون رسول الله. تكذب، أنت تكذب. أنت تحتاج إلى أن تتوب فورا إلى الله عز وجل، وأن تسأل الله أن لا يختم لك على هذه الخاتمة، فإن الله إذا ختم لك على هذه الخاتمة أكبك في النار على وجهك. يوم ماتت آمنة بنت وهب احتضنت رسول الله امرأة من الحبشة اسمها بركة الحبشية. أم أيمن كان المصطفى يحفظ لها الخير والود والوفاء، مع أنها ليست أمه من النسب وليست أمه من الرضاع، وكان يقول كما في الصحيح: أم أيمن أمي بعد أمي، أمي بعد أمي. أم أيمن بركة هذه كبر سنها، وأراد المصطفى أن يرد لها جميل الاحتضان. زوجها لزيد بن حارثة الذي كان يسمى زيد بن محمد، زوجها لأحب الناس إليه زيد بن حارثة، فأنجبت أحب الناس إلى رسول الله أسامة ابن زيد. أمه أم أيمن حاضنة رسول الله. عن أي بر يتكلم الناس؟ نحن الآن لا نطالبك بالبر يا أخي، فقط نطالبك بالاحترام، فقط نطالبك بالود. كيف تعامل زميلاتك في الوظيفة؟ كيف تعامل مديرتك في الشركة؟ عامل هذه المرأة التي في بيتك، عامل هذه الأم التي حملتك في بطنها 9 أشهر وهنا على وهن، وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أحسن إلى هذه المرأة التي سهرت يوم نمت، والتي كابدت التعب يوم كنت ترتاح في سريرك. يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر. أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر واللآلئ والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر. يحمل قلب أمه بيديه ويأتي إلى الرجل الثري حتى يعطيه المال. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط دهشته هوى. فتعثر القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو ملوث: ولدي حبيبي هل أصابك من خطر؟ ناداه قلب الأم وهو ملوث: ولدي حبيبي هل أصابك من خطر؟ فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم
كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر.